أشهر شرطي في الجزائر الخبير في أمن الطرقات محمد العزوني، الذي أعد وقدم لسنوات طويلة حصة الشرطي المخفية ثم حصة طريق السلامة على التلفزيون الجزائري. يعتبر بنك معلومات في حفظ جميع قوانين المرور. هو شيخ رجال الشرطة وعميدهم. عمي العزوني في زمن العشرية السوداء تلقى طلبات للعمل في أكبر بلدان أوروبا ليشرف شخصيا على مدارس تكوين شرطة المرور في بلدان ألمانيا، إيطاليا، كندا، بريطانيا والبرتغال، فرفض بلباقة وقال جملته الشهيرة: إذا كانت قوات الأمن تواجه الإرهاب فأنا أواجه إرهاب التكفير وإرهاب الطرقات، لن أترك واجبي الوطني. وللأسف تعرض عمي العزوني للحجرة كثيرا، وكان بدايتها لما أوقف موكب عرس تسبب في تعطيل حركة المرور والموسيقى والرقص في نصف الطريق، والكثير من السيارات متوقفة. تدخل العزوني وأمر الموكب بمواصلة السير، وفي اليوم الموالي أخبروه إما أن يقبل بتحويله لحراسة مديرية الأمن الوطني بالعاصمة أو الذهاب إلى ألمانيا لإجراء تربص لمدة 2 سنين. يبدو أن العرس كان لشخص نافذ ومسؤول كبير في ذلك الوقت، فوافق عمي العزوني على تربص ألمانيا وذهب هناك مدة 2 عام، تعلم فيها اللغة الألمانية وأكمل التربص في المرتبة الأولى في دفعته بعلامة كاملة فاجأت المشرفين على التربص، رغم وجود أكثر من 20 جنسية مشاركة في التربص، وهو الإفريقي والمسلم الوحيد من بين آلاف عناصر شرطة المرور المشاركين في التربص. عرض المسؤولون الألمان على العزوني السكن والعمل الدائم في ألمانيا، فرفض، لأنه ترك زوجته وأولاده في الجزائر وهو يعيل عائلته الكبيرة، وكذلك تحديه لكي يفرض نفسه في وجه من ظلموه. ورجع بعدها إلى أرض الوطن ودخل المدرسة العليا شاطوناف ثم مدرسة الصمعة، وأصبح يشرف على تكوين سائقي سيارة الشرطة وتكوين الضباط. أما الحجرة الكبيرة التي تعرض لها فهي رغم أنه كان من ضمن أول دفعة للشرطة في الجزائر في ذلك الوقت، إلا أن شخصيات كبيرة تدخلت لفرض أسماء محسوبة عليهم، وكانت القائمة تضم 300 شخص من بينهم 150 شخص، وكانت رتبته وقتها مفتش شرطة. وعندما ذهب إلى ألمانيا كان برتبة محافظ شرطة. ترك زوجته وأطفاله وكان يعتقد أنه سيعود إلى بلده برتبة أعلى، لهذا ضحى بترك الوطن لأجل التكوين. وعندما رجع كانوا في جهاز الشرطة بالجزائر قد حذفوا هذا التصنيف وصنفوهم بدرجة أقل من رتبة مفتش شرطة. أحس وقتها بالحجرة في جهاز الشرطة، ولأول مرة تمنى لو أنه لم يكن شرطيا، وفكر مرات عديدة في ترك هذا الجهاز. بعد صلاة الاستخارة قرر عمي العزوني أن يبدأ صفحة أخرى في جهاز الشرطة من جديد، ولأن إرادته قوية وصرامته كبيرة رفع التحدي لثاني مرة في نفس الجهاز، ونجح فيه نجاحا كبيرا جدا. عمي العزوني بين إرهاب الطرقات وإرهاب التسعينيات. العشرية السوداء تركت في نفسيته وعائلته معاناة كبيرة بعدما هددوا بتصفيته، إلى أن جاء اليوم الذي اتصلت فيه جماعة إرهابية برقم هاتف منزله، فردت إحدى بناته فأخبرها الإرهابيون أن يجهزوا كفن العزوني. بجملة الجماعات المسلحة طلبت من عائلتي تجهيز كفني. بحكم عمله كشرطي وإعلامي أصبح ملاحقا من قبل الجماعات الإرهابية. مباشرة بعد اغتيال المرحوم طاهر جوت نجحت المخابرات في تفكيك إحدى خلايا الإرهاب، وتم القبض على 9 عناصر إرهابية واستجوابهم من قبل عناصر الأمن والاستعلام، فأعلموهم أن العزوني سيكون الرقم الثاني بعد طاهر جوت. الخبر تم إذاعته عبر شاشة التلفزيون، فسمع أفراد عائلته استنطاق الإرهابيين، فتحولت حياتهم إلى جحيم خوفا ورعبا. وفكرت عائلته مرات عديدة في أن يرحلوا للعيش في بسكرة جنوب الوطن، لكنه رفض وقال: سوف أبقى واقفا أدافع عن هذا الوطن.
يقول عمي العزوني: هذه الأحداث وقتها جعلت جميع رجال الشرطة يؤمنون بأن ما يقومون به هو أكبر واجب وطني تجاه الوطن. فكرت سابقا أن أترك جهاز الشرطة، لكن رغم الخوف لم أفكر مطلقا أن أقدم استقالتي والبلد في أسوأ أيامه. كان صوتا ينادي في داخلنا ألا نترك حماية هذا الوطن. بدأت بعدها الجماعات الإرهابية تطارد المشاهير، وجاء دور رجال الإعلام والجامعات مثل جلال اليابس وآخرين، وكان كل مرة يغتال فيها رجل إعلام أو رجل شرطة إلا وأنتظر دوري. كنا نخرج مختفين ونظهر مختفين، وربما ساهم هذا الخوف والهلع في أن أبقى متخفيا حماية لعائلتي ولي أنا. الحل الذي اقترحه لتقليل نسبة حوادث المرور إلى 70%، ولكن ويعلق العزوني على كثرة حوادث المرور الدموية أن أحد أهم أسبابها أن سائقي عربات الوزن الثقيل كالشاحنات والحافلات لنقل المسافرين وشاحنات نقل البضائع تتعلق أساساً بالمستوى العقلي والمعرفي للسائقين، وطالب بفرض اختبار مقياس الذكاء عليهم قبل السماح لهم بقيادة تلك المركبات في الطرق العمومية. ويقول من يقود تلك الشاحنات ليس دكتور، بل هو مواطن بسيط صاحب مستوى عقلي متدني. عن سؤال ما هو المستوى الثقافي لسائقي تلك العربات، يجيب العزوني: هم بالأساس مستواهم عادي، ومنه أطالب الدولة بأن تعتمد امتحان الذكاء عند طالبي رخص السياقة للوزن الثقيل والمقدمين على العمل في تلك المركبات. ولم يجد آذانا تسمع له نصيحته، وللأسف وجدها لدى أكبر دول أوروبا التي اعتمدت على نظرية العزوني ونجحت في القضاء على نسبة كبيرة من حوادث المرور. يقول: كيف نعطي الثقة لشخص ذو مستوى عقل متدني ونعطيه عربة تزن 10 أطنان أو حافلة تحمل 40 مسافر؟ عمي العزوني قدم طريقتين للتقليل نهائيا من حوادث المرور الكثيرة في طرقاتنا، وهما: أولا، على الدولة بأن تعتمد امتحان الذكاء عند طالبي رخص السياقة للوزن الثقيل وللمقدمين على العمل في تلك المركبات، وثانيا، تزويد السيارات والشاحنات الثقيلة بجهاز كاشف الرادارات، بشرط أن تكون الحواجز الأمنية التي بها رادارات كشف السرعة في الطرقات السريعة والمنعطفات الوعرة والخطيرة. ويقول العزوني أن هذه الأجهزة ستنبه السائقين ومن شأنها التقليل بنسبة تفوق 70% في حوادث المرور، لأنها تجبر السائق على التقليل من السرعة أمام الرادارات. ومنه طالب العزوني السلطات المعنية ووزارة النقل توفير هذه الأجهزة مجانا، وإذ به يتفاجأ بالعكس، وهو اعتماد الرادارات وإصدار قانون يجرم تزويد الشاحنات والسيارات بأجهزة كاشفة للرادار، وهو ما نتيجته بقاء الحوادث متزايدة مع تزايد المخالفات المرورية وما ينتج عنها من غرامات لجيب السائقين. لهذا طبقت دول أوروبية نظرية عمي العزوني ونجحت فيها نجاحا باهر للأسف الشديد، وهو ما أحزن العزوني كثيرا، وقرر بعدها إنشاء مدرسة لتكوين سائقي السيارات النقل، وقد قام بتجهيزها وقرر أن يفتح مدرسة للتكوين. ورغم كبر سنه إلا أنه لا يزال قادرا على العطاء، ويريد أن يضع خبرته في خدمة أبناء وطنه برغم كل الحجرة والبيروقراطية التي تعرض لها في حياته المهنية. رجل كبير فعلا يستحق الاعتماد عليها واستشارته من الجهات المعنية للقضاء على إرهاب الطرقات وتطوير السلامة المرورية في الجزائر. وفي الختام لن نطلب منكم الاشتراك في القناة، بل نطلب منكم الصلاة على الحبيب المصطفى المختار صلى الله عليه وسلم.